بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كانت قرعة أبطال أفريقيا اللي الزمالك وقع في أقوى مجموعة في البطولة. مجموعة الزمالك القرعة بنت اللذينة وقعتنا النهارده مع الترجي وشباب بلوزداد والمريخ السوداني. زي السنة اللي فاتت واللي قبلها بالظبط. السنة اللي فاتت جينا برضو في قرعة نفس الحكاية وكانت بتضم بترو اتلتيكو، وكان أول ماتش عندنا وجبنا 4 كور في العارضة. أنا ما شفتش فريق بيجيب 4 كور في العارضة في ماتش في مباراة. نفس القرعة، أول ماتش في أرضنا وآخر ماتش برضو هننهي بره. والقرعة برضو وقعتنا مع كل فرق شمال أفريقيا، وعارفين فرق شمال أفريقيا. الأهلي برضو النهاردة وقع في قرعة جامدة جدا، أقل شوية من المجموعة بتاعتنا، وقع مع سان داونز ومع القطن الكاميروني والهلال السوداني. أما باقي المجموعة بتاعت الرجاء والوداد، القرعة كانت بصراحة ضعيفة جدا. قرعة ما كانتش يعني الفرق اللي فيها مش قوية، بس الفريق على حسب اجتهاده في المباراة وعلى حسب ظروف المباراة. اللي احنا طبعا انا شفت فريق بيترو اتلتيكو جبنا 4 كور في العرض، وهم جابوا جون اوف سايد. وقبلها السنة اللي قبلها مولودية الجزائر اللي صدوا الكورة وهي داخلة بايديهم وهي داخلة الجون، والحكم ما احتسبش شيء عشان ما كانش فيه فار. اهم حاجة ان احنا نجتهد ونكسب يا جماعة. الفرق بتاعت شمال افريقيا حتى لو كانت بتغلس وفرق بتضيع وقت وفرق بتجيب جون وتموت عليه، احنا اقوى منها بكتير بكتير جدا. ده احنا عندنا 7 8 لعيبه في المنتخب اساسيين، ده هم ما عندهمش لعيب واحد في المنتخب. لو بصيت للترجي ممكن تلاقي عنده لعيب، بصيت لشباب بلوزداد ولا لعيب. طبعا مع احترامي للمريخ السوداني، حتى لو منتخب السودان كله بيلعبنا احنا نكسبه 3 و4 مرتاح هنا وهناك. يعني مش دي الفرق اللي تقف قدام منتخب مصر. لعيبه الزمالك ده منتخب مصر، ربنا يوفقهم. ولسه بدري، لسه في شهر 2، لسه بدري يكونوا جابوا مهاجم و2 مهاجمين عشان يبقى فيها قوة في الهجوم شوية، لأن احنا ما عندناش ولا مهاجم لغاية دلوقتي. نروح على ماتشات الدوري بقى. الأهلي كسب النهارده الاتحاد 3-0، والاتحاد ضيع جونين. كابتن محمود علاء بأسيستاته الروعة أهدى بيرسي تاو هدف، وبعدها الأهلي جاب جون كمان لياسر إبراهيم. الناس كلها قالت مش جون، هو جون عادي. الراجل نط حتى لو سندة خفيفة على الباك بتاع الاتحاد فعادي. الكرة الأوروبية كلها كده، بيطلع من وسط 2 ويسند ويحط الكرة بدماغه وما بيحسبش حاجة، جون عادي ما فيهوش أي حاجة. والاتحاد محمود علاء أضاع ضربة جزاء في آخر الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. محمد عادل ضاع ضربة جزاء بعد ما عدى من الشناوي وانفرد بالشناوي وعرقلوه واحتسب الحكم ضربة جزاء. الأهلي واصل نتائجه القوية جدا وانتصاراته القوية جدا بفوز سادس على التوالي ليتصدر الدوري. الأهلي أصبح عنده 18 نقطة بفوز سادس على التوالي. مفيش ولا ماتش لغاية دلوقتي الأهلي تعادله، كان ممكن يتعادل ماتش الجيش، شفنا طبعا المخرج، لكن الأهلي قدر يكسب كل ماتشات. والمنافسة هتبقى برضه ما بين الأهلي والزمالك لحد النهاية، ويمكن يدخل فيوتشر شوية، وممكن يجي من بعيد بيراميدز. غير كده مش هتلاقي. قبل ما يحصل الكلام ده وقبل ما الموسم يبدأ، انا توقعت ان النادي المصري يدخل المنافسة، وتوقعت ان النادي الاسماعيلي يدخل حتى من الاربعة الكبار نظرا للصفقات القوية اللي جايبينها. لكن سبحان الله بقول لكم الكورة ملهاش كبير، كورة ملهاش كبير. كورة عايزة عرق وتعب في قلب الملعب. الفريق اللي هيتعب، طلائع الجيش لسه كسب المصري امبارح 3-1. الفريق اللي هيتعب هو اللي هيلاقي. يعني البطولة الأفريقية ممكن المريخ السوداني هو اللي يوصل أول المجموعة. ظروف الماتش وتعب الفريق واللعب وقت الماتش، لظروف الماتش ممكن لعيب عندك واتنين يتصابوا وقت الماتش، يتصابوا في التمرين ويكونوا مؤثرين جدا. ممكن انت تبقى هاجم طول الماتش وهجمة مرتدة، اللعيب المهاجم يرقص حارس المرمى والحارس المرمى ينطرد، وبعد ما كنت مسيطر الماتش يتقلب عليه. كورة ملهاش كبير. واحنا شفنا ده في كاس العالم. المغرب ربنا يوفقهم ان شاء الله في الدور قبل النهائي. يعني ما نحطش في دماغنا ان مثلا في فريق اسم الفريق، لا ما فيش اسم الفريق.
هو لو الدوري المصري ما خافوش من الاهلي والزمالك الانديه دي، والله لا ينزلوا يعملوا ماتشات روعه وهيكسبوا كمان. لكن هم مخضوضين، بتبقى الفريق نازل مخضوض من الاهلي والزمالك. يا عم ده هيجيب فينا جول شويه وهيجيب جول، ارجع دافع. مخضوض ولا لو اتخضش. المغرب اهو نموذج اهو، كرواتيا اهي، وغيرهم مقدمين مستويات كبيره في كاس العالم. اليابان كسبت اسبانيا، مفيش مشكله. وكوريا كسبت البرتغال، والكاميرون كسب البرازيل، وتونس كسبت فرنسا. ايه المشكله؟ حتى لو لعبوا بالاحتياطي بس مش سايبين الماتش. والاحتياطي فرنسا قد تونس 30 مره، ومع ذلك بالقوه والعزيمه تونس قدرت تكسبها. يا جماعه كوره ملهاش كبير. اتمنى الماتشات الجايه للزمالك يكسبها. البطوله الافريقيه لسه بدري عليها، نركز في الدوري لان الدوري اهم دلوقتي، لان الدوري هو اللي شغال. البطوله الافريقيه دي لسه بدري، حتى لو القرعه وقعتنا في ماتشات جامده، فاحنا الماتشات الجامده ديت لما نعديها ممكن نقع بعد كده مع فرق ضعيفه. وبعدين البطل اللي بيبص لفرق ضعيفه، لازم عشان تكسب البطوله تلعب ماتشات جامده مع فرق جامده، ولازم تكسب الفرق دي. وهيكسبهم الزمالك ان شاء الله، الزمالك اقوى منهم. هو بس احنا عايزين شويه حظ، شويه توفيق. بدل ما الكره تيجي في العارضه تيجي في العارضه وتدخل. احنا الكره عندنا بتيجي في العارضه وتطلع. انا مش عارف، ممكن تيجي في سن العارضه وتخبط في حارس المرمى وفي دماغ المدافع وتطلع. عندنا بقى هو يشوط الكوره تخبط في المدافع بتاعنا وتغير اتجاهها وتدخل. ده اللي هنقول توفيق وعدم توفيق. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه. واشكركم واشوفكم في الماتشات القادمه، واشوفكم ان شاء الله في ماتش المغرب، وفوز للمغرب تاريخي على فرنسا بإذن الله، والوصول للمباراة النهائية بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.